ترفض حكومة الكيران بسبب دون خلال المساء. تقول في أولى تعليقاتها على الضجة الدولية التي كانت الكشف على لائحة المستفيدين من رخص النقل. أقر رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بأن هناك جيوب مقاومة ما زالت تتربص بحزبه. وأكد بن كيران الذي كان يتحدث أول أمس السبت أمام شبيبة حزبه أنه سيواجه تلك الجيوب كما واجهها من قبل وأنها تعرفه وإن لا شيء تغير. في سياق متصل وفيما يشبه بداية أزمة داخل حكومة الى كيران بعد نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل. أكد نبيل رحمة أن محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واستئصال مظاهر الريع قضايا لا تعالج بخرجات إعلامية منفردة من هنا وهناك. وشدد بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بتصريح خاص للمساء على أن قرار نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل لم يطرح أمام المجلس الحكومي. وقال بهذا الخصوص لم يستشر أي أحد قبل نشر اللائحة في إشارة إلى انفراد بالكيران وحكومته بقرار نشر هذه اللائحة. تقول يوميات المصري إغلاق الحدود في مجمع طلعه بصدر صفحة الصباح الأولى. وتقول بتفاصيله صدرت أوامر قضائية بإغلاق الحدود في وجه خالد علوة الرئيس المدير العام السابق للحرب العقاري والسياحي وبعض المديرين السابقين الذين وردت أسماءهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.